السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه النهاردة؟ هنعمل كده حبة فول متخدعله للفطار تحفة. عندنا كده ايه كام بصلاية خرطناهم كده قطع كبيرة قطع صغيرة عادي زي ما انت عايزة، بصراحة الاسرع لي. هنا كده حطيت عليهم حبة زيت محترمين وهحاول بقى كده ايه اقليهم. دي عندي هريسة فلفل وهي بارد عامة، ده فلفل احمر مع توم مع ملح بس، ولا اكتر ولا اقل. حطيتها كده ايه تطلع روائح كده حلوة معاها وهوريكي. هنا كده كان عندي كام قرن فلفل خرطتهم بالشكل العسل ده كده، وهحاول بقى اقليهم كده على النار. وبألف هنا والشفا لكل اللي كان منه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة. يا رب دايما تكونوا في سعادة، ومن سعادة لسعادة لسعادة اكبر على قلوبكم. هنا كده هنقلب كويس جدا كل الكلام الحلو ده. اول ما يدبل هنشوفه دلوقتي خطوة خطوة هنعمل معاها ايه. بصوا، الاكلة دي ممكن تعمليها على غدا على فطار. لو انتوا ما شاء الله عدد كبير وما مثلا ما عندكيش غير كيسين 3 فول مش هيقضوا مثلا العدد، او الكمية اللي عندك مش هتقضي العدد اللي عندك، تروحي عامله لها شويه الخضار الحلوين دول. شويه طماطم كده خرطناهم وهنسيبهم كل ده هنقلبه لما يدبل على النار بس. فيها اي حاجه؟ لا ما فيهاش اي حاجه، بس كده بقى عندك احلى حبه فول. بصي دلعي الاكله كده، حبه سكر للطماطم، انا بحب احط الطماطم بتاعتي حبه سكر، سواء بقى صلصه تخديعه متخرطه زي كده لازم احط لها حبه السكر. وهنا طبعا حطيت الملح بتاعي. انا بتبل بقى كده دلوقتي. بصراحه كان جميل، انا بحب الفول طبعا بغض النظر ان عندي القولون، بس تحفه بجد. هنا كده بصوا طلع بقى الميه بتاعت الطماطم بتاعتها وسوت بقى كل الخضار في قلبيها كده، بتبقى جميله جدا بجد. واكله سريعه. وبصراحه يعني حله واحده بس. كان عندي بقى هنا كده كام كيس فول مفضيهم في الطبق، فنزلت بيهم كلهم كده على الايه، على الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها دي. هو ده كده الفول المتخدع له. كده الفول المتخدع له سريع حلو جدا، ما خدش مني اي جهد ولا وقت، بالعكس انتي بتقفي بتعملي كل حاجه مره واحده في حله واحده، خلاص الموضوع انتهى وخلص على كده. بصوا كده ما شاء الله بقلبه عشان الخضار ده يدخل فوق وتحت. انا في الفول عامه او في اي حاجه فيها بصل او توم لازم بحط حبه كمون. ولو عندي كزبره ناشفه لو امكن بحط حبه كزبره برضو ناشفين، عشان الكمون يعني كويس اوي للمعده ولاي انتفاخات او تقلصات، بصراحه تحفه. بصوا كده الشكل القمر ده. هنا كده بصوا بغرفه بس، في اي حاجه مفهوش اي حاجه. وكان ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك كان طعمه تحفه. وكان بألف هنا والشفا لكل اللي كان منه. بصوا شكله بيتحدث عنه. ده كان عندي لبن خض بجبنه حماتي بتبقى عاملاه كده، وحطينا عليه شطه وزيت. بيبقى بقى جنب الحاجات دي كده بجد جميل جدا. هنا ما حطيتش شطه كتير عشان خاطر معانا اطفال وكده، فبتبقى يعني الشطه بتاعتنا حراقه، فزودت تاني يعني لقيتها ان هي خفيفه شويه. وبألف هنا والشفا لكل اللي كل منها. وقولوا لي ايه رأيكم في الكلام الحلو ده. واقول لكم هنا بقى ايه مع السلامه. وهنا الليفت بتاعنا كان في وقت الليفت. هقول لكم بقى هنا ايه مع السلامه، وانتظروني في فيديو جديد، واقول لكم باي ومع السلامه.